أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلافة المسلمين بعد وفاة رسولنا الكريم، كان أول ما قاله لشعبه بمفاهيم اليوم، أول ما قاله كان: وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأطيعوني وإن أسأت فقوموني. الخليفة الراشد الصديق يقول: وليت عليكم ولست بخيركم. ولكن من يتولون السلطات اليوم على امتداد رقعة وطننا العربي يعتقدون أنهم خيرنا، ويرفضون أن نقوم اعوجاجهم حين يعوجون. هل يجرؤ أحد منا بعد إقرار هذا القانون أن يقوم اعوجاج أي ممن يتولون السلطات الثلاث؟ بل أي مسؤول وأي موظف عام بعد إقرار هذا القانون بسيفه المسلط على رقبة كل من يفتح فاه بالكلام؟ أنا أتساءل، أمة العرب هي أمة اخترعت الكلام، وهي أول أمة دونت الحرف، وأول أمة أقامت للكلام سوقا هو سوق عكاظ. الأمة التي جاء قرآنها ليقول: اقرأ في أول آية نزلت على رسول الله، اقرأ. أمة الكلام اليوم بهذا القانون ممنوعة من الكلام. من سيتكلم بعد اليوم سيجرم ويسجن ويغرم وتصادر أدواته ومعداته، وإن كان صاحب عمل سيغلق محل العمل ويطرد الموظفون. أمة الكلام اليوم لا تستطيع أن تنطق بكلمة، غدا سيأتي ما هو أسوأ بكثير مما نحن فيه اليوم. تذكروا ما أقول، هنالك أحداث جسام في الطريق على صعيد هذا الإقليم وعلى صعيد العالم، وحين يتم استباق هذه الأحداث الجسام بقانون يمنعنا من الكلام فإن علينا أن نتحد. ولهذا نحن هنا اليوم على اختلاف إيديولوجياتنا وبرامجنا وقناعاتنا ومبادئنا وأفكارنا، على اختلافنا وتبايناتنا، نحن هنا اليوم لنقول إننا متحدون، من أقصى اليمين السياسي إلى أقصى اليسار السياسي إلى الوسط الوطني الديمقراطي إلى يسار الوسط. نحن هنا ضد قانون تكميم الأفواه.